اللي انا عايز اقوله ان هي الشباب لا حاليا مش مختلفين. احنا دلوقتي الناس كلها مجمعه ان هي اهداف الثوره يجب ان تستكمل. بندعو الناس انها تنزل يوم 25 وبنحشد يوم 25. الخلاف الوحيد اللي هو الطرح اللي بيقوله خالد، هل هننزل ننادي بتسليم السلطه لمجلس الشعب باعتباره المنتخب فيتحمل هو صلاحياته، ولا ناس تانية بتقول لا احنا هننزل ننادي بجدول فوري وعاجل لتسليم السلطه لرئيس منتخب وخطوات هذا الانتخاب ويرحل المجلس العسكري. انا شايف الخيارين ارحم من ان احنا نقعد نقول ان هو دلوقتي مش عايزين نكرر الاخطاء السابقه ونعمل انتخابات وبعد كده نقعد نعمل دستور نعمل فيه 6 شهور 7 شهور سنه ونعمل نقاش مجتمعي والمجلس العسكري موجود وبينفذ سياساته وبينفذ خططه وبيدير البلاد بالشكل اللي هو شايفه واللي احنا كلنا بنعاني من اثاره، وبعد كده يجي رئيس الجمهوريه. لا انا بقول ان هي نار اي رئيس مدني ولا جنة الرئيس العسكري. انا اسف ان انا هضرب المثل دون، ولكن مبارك بجلاله قدره بجبروته في 30 سنه عمل 2000 محكمه عسكريه. احنا في 10 شهور عندنا 13000 محكمه عسكريه. مبارك في 18 يوم في 26 ولا 28 محافظه كان موت 800 واحد بشكل مباشر. احنا عندنا 60 واحد ماتوا في ميدان في مسافه 3 اسابيع. لا لازم يبقى في رئيس مدني، ده اللي احنا مجتمعين عليه وده اللي احنا مقررينه واللي بنقوله ان هو يا شباب دي او يا اهل مصر الطيبين، احنا ضد العنف، احنا عايزين نبني البلد، ساعدونا ان احنا نبنيها. احنا بنقول ان احنا نازلين علشان كل واحد فيكم لو فكر ايه اللي تم من اهداف الثوره دي وايه اللي اتحقق لها هينزل ينضم لينا. لا في عداله اجتماعيه اتحققت، لا في حد ادنى ولا حد اقصى للاجور، لا في امان ورغم ان القوات الامن موجوده وبيزودوها. النهارده جابوا لهم عربيات BMW X3 ما شاء الله. يعني واضح ان احنا عندنا ازمه اقتصاديه. يعني الكلام ده ما اتحققش. احنا نازلين بنقول ان احنا البلد دي لازم ترجع لاصحابها الحقيقيين، يجب ان تدار بشكل صحيح، ده احنا مجتمعين عليه. لو في اي حد تاني عايز يلحق بينا انا شايف ان هو ده هيكون اضافه لينا واضافه ليه. تحركات الناس لا تتوقف على احد. الثوره دي ملهاش قائد، الثوره دي مش مشكلتها في ان هي يبقى ليها هيراركي وان هو يبقى ليها تنسيق او ده، لا هي عبقريتها ان هي بدات كده. احنا الحكم لم يسلب مننا عشان نتباكى عليه. احنا من اول لحظه كان عندنا لحظه يعني تصرفنا فيها بنبله او بسذاجه الله اعلم، وقلنا ان احنا مش طالعين عشان نحكم ومش عايزين حد يطرح علينا الطرح دون، ونقينا بنفسنا. القرار ده كان صح او غلط مش دي القضيه، ولكن احنا دلوقتي بنؤكد ان احنا طالعين علشان اهداف للناس كلها مش عشان احنا نمسك او حد معين يمسك.